أفضل 8 مسلسلات جريمة وغموض مصرية جديدة في 2025. النهاردة هشارك معاكم قايمة بتضم 8 مسلسلات غموض وجريمة مصرية جديدة صدرت في 2025، ويستحقوا إن هم يكونوا ضمن قائمة مشاهدتك لو أنت بتحب التشويق والإثارة والتحقيقات البوليسية وكمان جرائم القتل الغامضة. بس في البداية برشح لكم موقع موفي بيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. مسلسل اسود باهت. المسلسل ده تصنيفه دراما وتشويق وغموض، بتدور قصته حوالين 3 حكايات منفصلة، كل حكاية فيهم مكونة من 5 حلقات، وكل حكاية بتتناول جريمة غامضة بيتم التحقيق فيها، وبنكتشف من خلالها أسرار وعلاقات إنسانية معقدة. الحكاية الأولى بيكون اسمها دقيقة إلا ربع، وبنشوف فيها سوسن بدر في دور كاملة عز الدين، ودي ست أرستقراطية بتتعرض لحادث مأساوي بيغير حياتها، وبتحاول تتعامل مع تحديات جديدة وسط أسرار بتتكشف. أما الحكاية التانية بتكون بعنوان شغف، وبنشوف من خلالها سهر الصايغ، هي اللي بتجسد الشخصية وبتتورط في جريمة قتل غامضة، وبتحاول تثبت براءتها وسط صراعات نفسية ومفاجآت كتير. أما الحكاية التالتة بتكون بعنوان وصمة عار، بنشوف من خلالها نسرين طافش، وهي بتقدم شخصية سيدة أعمال ناجحة عندها مركز تجميل كبير في اسكندرية، وعايشة حياة ظاهرها مثالي، ولكن ماضيها بيكون مليان أسرار. الأسرار دي لما بتظهر بتورطها في جريمة قتل فجأة. مسلسل منتهي الصلاحية. المسلسل ده تصنيفه دراما اجتماعية وغموض، بيقوم ببطولته محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي وحسن مالك ومحمود الليثي وسامي مغاوري. المسلسل قصته بتدور حوالين صالح، وده موظف في بنك حياته بتتقلب بعد لما بيخسر شغله بسبب حادثة غامضة، وبيواجه مشاكل في حياته الشخصية، وبيحاول يهرب من المشاكل دي فبيدخل في عالم القمار الإلكتروني، ولكنه بيكتشف إن هو دخل في دوامة كبيرة جدا، وبنشوف من خلالها أسرار ممكن تغير حياته تماما. مسلسل سراب. المسلسل ده تصنيفه دراما نفسية وتشويق، ومن بطولة خالد النبوي ويسرى اللوزي وهاني عادل ونجلاء بدر وإنجي المقدم وأحمد وفيق وأحمد مجدي. المسلسل قصته بتدور حوالين طارق، وده رجل أعمال ناجح بيختفي ابنه زين فجأة من قدام المدرسة، والغريب إن هو بيرجع تاني لوحده، بس مع رجوعه بتبدأ سلسلة من الأحداث الغامضة بتكتشف وأسرار مخفية في حياة طارق ومراته، وبنشوف المفاجآت اللي بتقلب حياتهم 180 درجة. مسلسل برستيج. المسلسل ده تصنيفه جريمة وكوميديا وتشويق، ومن بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب ودينا وسامي مغاوري ورندا عوض وآلاء سنان وبسام رجب ومعاذ نبيل وأميرة البنا وزياد زازا. المسلسل قصته بتدور حوالين 14 شخص من خلفيات اجتماعية مختلفة بيتجمعوا بالصدفة في قهوة بوسط البلد بسبب عاصفة قوية. بيحصل في الوقت ده حاجة غريبة، إن النور بيقطع لثواني وبيرجع مرة تانية، بعدها بيكتشفوا جريمة قتل غامضة حصلت في الثواني دي، فبيبدأوا يشكوا في بعض وكل واحد فيهم بيكون متهم وبيحاول يثبت براءته في الوقت ده. المسلسل بيخلط ما بين الكوميديا والغموض في مكان واحد، وبنشوف من خلال الحلقات أسرار كل شخصية وسط محاولاتهم لحل اللغز. مسلسل إقامة جبرية. المسلسل ده تصنيفه دراما نفسية وتشويق وغموض، ومن بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وصابرين ومحمود البزاوي وإسراء جبيل وعايدة رياض وديالا هشام وحازم إيهاب. المسلسل قصته بتدور حوالين سلمى، ودي صيدلانية وبتدخل في دوامة نفسية بعد ما جوزها بيتوفى، وبتلجأ للعلاج عند الدكتورة عايدة، ولكن مع الوقت بتكتشف أسرار خطيرة وبتتورط في لعبة نفسية معقدة بتقلب حياتها وحياة كل اللي حواليها رأسا على عقب. مسلسل ساعته وتاريخه. المسلسل ده تصنيفه دراما وجريمة وتشويق، وبيقوم ببطولته مجموعة من النجوم زي مريان السيد وأحمد أمين وأروى جودة ومحمد شاهين وأحمد داش وسليمان عيد وهبة مجدي وخالد أنور. المسلسل بيعرض قضايا حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، وكل حلقة بتحكي قصة مختلفة عن جريمة حصلت بالفعل خلال السنين الأخيرة في مصر وأثارت الرأي العام، وأهمهم قضية نيرة أشرف. وبنشوف من خلال الحلقات الدوافع النفسية والاجتماعية ورا كل جريمة من الجرايم دي.
مسلسل صفحة بيضة. المسلسل ده تصنيفه دراما تشويقية وغموض، وبيقوم ببطولته حنان مطاوع وسامي الشيخ ومها نصار وأحمد الرفعي ونور محمود وأحمد الشامي وميمي جمال. المسلسل قصته بتدور حوالين دكتورة جامعية بتواجه مشاكل نفسية واجتماعية بسبب عنف والدها، واللي بيمنعها إن هي تكمل تعليمها وبيجبرها على إنها تتجوز ابن عمتها. ولكن بعد جريمة قتل غامضة بتحصل فجأة، بيظهر لينا 3 قصص مختلفة عن حياتها، وبيخرج للنور حقائق عن فضيحة فساد كبيرة مرتبطة بشركة أدوية شهيرة. مسلسل الشرنقة. المسلسل ده تصنيفه دراما تشويقية نفسية، وبيقوم ببطولته أحمد داوود ومريم الخشت وسارة أبي كنعان وعلي الطيب وصبري فواز وصلاح عبد الله. القصة هنا بتدور حوالين حازم إبراهيم، وده محاسب شاطر بيشتغل في شركة كبيرة، ولكن في يوم من الأيام بيكتشف إن الشركة دي متورطة في غسيل أموال وتهرب ضريبي، والموضوع ده بيسبب له صراع بين ضميره وخوفه على نفسه، وبيبدأ يعيش حياة مزدوجة مليانة غموض وتوتر نفسي، وبيحاول يلاقي نفسه وسط كل المشاكل دي. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وسلام.